مساء الخير، معاكم محمود فادي. النهارده هنتكلم على واحد كان كاتب لي مسج بيسالني بيقول لي يا محمود، هو الكلاب زي البني ادمين؟ بمعنى زي ما في ناس بتاكل بايدها اليمين في ناس بتاكل بايدها الشمال، الكلاب بقى زيهم؟ في منهم ايمن واشول. في الحقيقه في منهم ايمن واشول. هنعرفهم ازاي؟ بسيطه جدا. احنا بنطلب من الكلب ست وبنرجع خطوتين ورا، بس اهم حاجه يكون رجليه في نفس السوا، ما ينفعش ايد قبل ايد، رجليه في نفس السوا وبنرجع خطوتين لورا وبنقول له كم، وبنركز على اول حركه الكلب هيجي بيها. لو هيجي بايده اليمين يبقى ايمن، ولو هيجي بايده الشمال يبقى اشول. تمام. تعالوا هنشوف فيديوز دلوقتي لسكوبي وداتش وهالك، وبالمره كمان سكوبي اشول. هنشوف هالك هيتحرك بأنهي رجل الأول لما نقول له كم. هالك كم، اتحرك برجله الشمال ما شاء الله عليه. هنشوف داتش هيجي بأنهي ايد. داتشي كم كم، يلا جنبي. جيب ايده اليمين زي ما انتوا شفتوا. سبيك سبيك جود بوي. حاجة رجليه تبقى مظبوطة في نفس السوا، وبعدين ننزل نشوف ننزل بأنهي رجل. ننزل بعدين ممكن حتى نطلع بس كده. شكرا. طيب هي بتفرق في حاجه الكلب كان رايت هاندد او ليفت هاندد، ايمن او اشول؟ لا، العلماء حددوها على حاجتين. بص، الرايت هاندد هو الكلاب اللي هي بتبقى اكترها جايد دوجز، دي بتبقى كلاب جولدن ريتريفر او لابرادور، ده اكترها. دي بتبقى موجوده في يوروب وفي امريكا، تاخد تدريب من سن صغير جدا، هدفها اللي هي بتراعي الناس ذوي الاحتياجات الخاصه زي اللي ربنا حرمهم من نعمه البصر. بمعنى ايه؟ مثلا دلوقتي بنبتدي تدريب من سن صغير، بيعرفوا الكلب، يسمعوهم اصوات غريبه، بيشوفوا احسن رياكشن او احسن ردة فعل ايه للصوت ده. ممكن تكون الصوت ده مخيف بس بيدوروا على احسن رياكشن ليه. كمان بيبتدوا يعلموا الكلب ان مفيش حاجه اسمها ديستراكشن، مفيش حاجه اسمها تشويش. يعني مفيش حاجه يجري ورا قطط ورا كلاب بني ادمين لعب اكل، لا، هو عارف طريقي واحد وبس. كمان الكلاب دي بيصفوها بعد السنه، بعد تدريب كويس قوي، بيختاروا احسن كلاب جايد دوجز فيهم. هم كلهم حلوين، كلهم كويسين جدا، بس نسبة الخطأ فيهم لازم تبقى 0%، ما ينفعش اللي هو يغلط. من الأمثلة الكلاب دي ممكن تعملها، مثلا لو انت ماشي، انا مثلا مش شايف وماشي بيه في مكان انا ما اعرفوش خالص، وعيني مش شايفه، هو ماشي بيا، فلو لقى حته فيها تراب هيمشي في الحته النظيفه، يسيب الحته فيها تراب ويمشي في الحته النظيفه. لو لقى مثلا سور كبير جدا كده، لو انا جيت اعدي انا ممكن اتخبط، بس هو لو عدى عادي، بس اكنه بيشوف بعينيا، بيلف حوالين السور ويمشي عشان ما اتخبطش. كمان اخر حاجه، لو لقى اشاره حمراء يقف، اشاره خضراء يمشي، عكسنا خالص يعني. ده كلاب اللي هي رايت هاندد. كلاب اللي هي ليفت هاندد دي بيكون كلاب معظمها كلاب مميزه جدا، دايما بيقولوا عليها اللي هي كلاب اللي هي ممكن تعمل المستحيل، اللي انت تشوف حاجه وتقول هو ازاي عملوا كده. الكلاب دي انا هوريكم في الصور دلوقتي هي ممكن تعمل ايه. اللي انا عايز اقوله ان دي مش قاعده عامه، ده العلماء حددوها على حسب الكلاب. كل كلب على حسب حركه ايده اليمين او الشمال بيرسل اشارات للمخ، فاتحددت بسبب الموضوع ده، بس دي مش قاعده عامه. انا نزلت الفيديو ده ليه؟ نزلته علشان اي حاجه هتخليك تعرف كلبك اكتر، او تبتدي تشوفه بطريقه مختلفه زي اللي انا وضحتها لك دلوقتي، ممكن كنت بتشوفه كتير بس اول مره تبتدي تلاحظ الموضوع ده، فهبتدي انزله. كمان اللي عايز يفهم في سلوك الكلب، دي اي بي سي سلوك الكلب. دايما بنلاحظ في سلوك الكلب حركات ايديه، عينيه، حدقه العين، البصه ازاي، الجسم، البادي لانجوج، الديل، كل حاجه، كل حاجه ليها معنى. فدايما كده لازم نحسبها ولازم نشوف كويس. اللي بيفهم في تدريب الكلب مش دايما بيبقى شاطر في تغيير السلوك، بس اللي بيفهم في سلوك الكلب بيعرف يدرب الكلب. هستنى تشوفوا الفيديوز وتقولوا لي رايكم ايه، والكومنتس بتاعتكم، كلابكم ايمن واشول رايت هاند وليفت هاندد. والسلام عليكم ورمضان كريم.